استعراض كامل للتحديث القادم والمود الجديد. تابع معي الفيديو لتعرف كل التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أخواني؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. بالبداية خلينا نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذا الفيديو يا جماعة رح نستعرض أهم التفاصيل القادمة بالتحديث القادم والمود الجديد، فربي يسعدكم. بالبداية لا تنسى تشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك، وتدعمني بزر اللايك لهذا الفيديو وتعليقك الجميل. اكتب لي بالتعليقات من أي بلد عم تتابعني، ويلا سوا بدون تأخير نبلش عن أهم الإضافات اللي رح تكون معنا يا جماعة. مثل ما نكون شايفين رح يكون معنا هذا الفيل أو الماموث، رح يكون بالتحديث القادم وسيلة نقل جديدة. شكل المود يا جماعة رح يكون المدينة رح تكون بهذا الشكل، وبالنص رح يكون في هذا التنين الثلجي. صراحة يا جماعة التحديث رح يكون كتير مميز ورح نتحسر عليه عند ما ينتهي. مثل ما نكون شايفين هي شكل المدينة الأساسية للمود، فشو رأيكم فيها؟ بالإضافة يا جماعة رح تكون عنا بالإضافات الجديدة وسائل التنقل هذا النمر أو الفهد، فاكتبوا لي بالتعليقات شو اسمه. رح يكون أيضا إضافة لوسيلة تنقل بالمود القادم. طبعا يا جماعة من أهم الإضافات اللي رح تكون معنا مثل ما نكون شايفين رح يكون في عنا أنفاق ثلجية بهذا الشكل رح تكون، وطبعا من ضمن هي الأنفاق رح يكون في لوت رهيب جدا. مثل ما نكون شايفين شكل المود يا جماعة كتير مميز، فشو رأيكم بالمود؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. بالنسبة لهذا المود يا جماعة يعني اللي بيحب التقييم رح يكون مود رهيب جدا للتقييم وللكونكر. مثل ما نكون شايفين عنا لوت جديد، شغلات جديدة، كتير إضافات مميزة. رح يكون عنا هذا البيت يا جماعة بيت المسالم. مجرد ما تفوت عليه مثل ما نكون شايفين متوزع بالخريطة، مجرد ما تفوت عليه بهذا الشكل رح يضب السلاح اللاعب وما رح تحسن تستخدم السلاح بضمن هذا البيت. طبعا يا جماعة هذا البيت على شكل احتفالية، فأنت وأصدقائك إذا بتحب التصميم رح يكون كتير مميز للاحتفال مع الأصدقاء ضمن هذا البيت. ورح يكون أيضا يا جماعة لمحبي التقييم رح يكون طبعا بهذا الشكل رح تحتفل، ورح يكون إضافة كتير مميزة. فشو رأيكم فيها؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. ومثل ما نكون شايفين يا جماعة رح تكون عنا المطرقة الثلجية. طبعا هي المطرقة الثلجية بتحسن تضرب فيها الخصم وتتخلص منه. بالإضافة يا جماعة رح يكون في إلى ميزة تانية، واللي هي بإمكانك تستخدمها وتساوي منها كفر لإلك بالفايت. بظن يا جماعة لسه رح يتطور المود حاليا ضمن التجربة، فبظن رح يزداد قوة الدمج الخاصة بهي المطرقة بهذا الشكل يا جماعة. مثل ما نكون شايفين صار كفر تلج، رح يكون لك كفر بالفايتات. فشو رأيكم بهي الإضافة؟ ننتقل للإضافة الثانية يا جماعة. رح يكون عنا هذا البوق من ضمن اللوت. مجرد ما استخدمته بهذا الشكل رح تطلع لك بوابة تانية مثل بوابات الانتقال السريع الموجودة حاليا بالمود. بعدها رح تدخل لهي البوابة. هي البوابة يا جماعة رح تنقلنا لمواجهة التنين الثلجي يلي شفناه بوسط المود. مثل ما نكون شايفين رح تنتقل لمكان تواجد التنين الثلجي. طبعا يا جماعة حاليا بالنسبة لنسخة البيتا هي ضمن التطوير، فلربما بالأيام القادمة رح يكون في تغيير على المود والإضافات اللي فيه. بالنسبة لموعد المود يا جماعة، موعد المود حاليا بعد شهر من تاريخ نشر هذا الفيديو رح يكون المود متجدد على ببجي موبايل. صراحة أنا متحمس كتير لهذا المود. مثل ما نكون شايفين بعد ما تتخلص من التنين بهذا الشكل رح يعطيك صندوق. بس المفاجأة يا جماعة صندوق اللوت فيه خوذة درع خوذة ليفل 4 ودرع ليفل 4 بهذا الشكل، بتحسن تستخدمهم بالكلاسيك. وأيضا يا جماعة بهي المدن بإمكانك توقف على الثلج وتتحول لكرة ثلج بهذا الشكل. بصراحة هاي الإضافة كتير غريبة، وشو رأيكم فيها؟ من أجمل الإضافات الثانية يا جماعة رح يكون هذا الرمح. الرمح
راح تحسن تستخدمه لمرة واحدة فقط، مثل ما انكم شايفين بهذا الشكل راح تستخدمه ولفقط مرة واحدة. ومن الأجمل الإضافات اللي راح تكون معنا يا جماعة هي الزجاجة يلي بتعطيك هيلز كامل وبوست كامل. كمان يا جماعة حكيت عن الانتقال أو المركبة اللي راح تكون معنا. صراحة أنا حبيت هذا النمر أو الفهد. الإضافة هي رهيبة جدا يا جماعة مثل الفرس. فشو رأيكم بهي الإضافات اللي راح تجي بالتحديث القادم؟ اخواني حبايبي وصلنا لنهاية فيديو اليوم، ربي يسعدكم. لا تنسوا اللايك للفيديو، والأخوة اللي عم تابعوني لأول مرة لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس على الجميع ليصلكم كل جديد أول بأول. دمتم بخير، سلام.